ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم جديد كله نشاط وكله حيويه. اول ما بنصحى من النوم، للي عارفني بنعمل ايه؟ بنخش بقى على الكتاكيت. اول حاجه بناكلهم، بنحط لهم العلف ونحط لهم الميه بتاعتهم ونسيبهم عشان الجو الجو حار، فلازم كده على طول ما نسيبهمش. وصلوا على النبي كده معايا في اول الفيديو. اول حاجه صلوا على النبي، صلوا على النبي في الكومنتات ما تنسوش. هنا بقى كل شويه انا حاطه لهم الطبق الصغير ده وحاطه في قلبه منه طوبه، علشان ايه؟ علشان ما يوقعوش الميه. وانا سامعه كمان ان الطوب يعني لو وقع هري ولا حاجه وهم شربوه، انا سامعه ان هو حلو للمعده، ما اعرفش يعني. بس عامه انا مش بحطه للمعده او مش للمعده، انا بحطه عشان ما يدلقوش الميه ويوقعوا الدنيا. وبحط لهم العلف في الطبق ده، وبعدين ببقى اشيله وينزلوا منه ايه لما يوقعوا وكده. بقوم شايله الطبق من قدامهم ينقروا كده تحت اللي هو واقع ده، كل اللي تحت منه ده على فكره علف. هما بيقعدوا ينكشوا برجلهم، ينكشوا كده ويوقعوه، وبعدين اما تشيل الطبق بيرجعوا تاني يلموه. فهنا اول حاجه انا كنت بحط لهم. تاني حاجه بقى بطلع للبط اللي فوق، بخش على المرحله اللي هي اللي بعدها بقى. هنا كان عندي بواقي اكل، بطاطس ورز وشويه حاجات كده، لميتهم قلت اما احطه لهم. ببقى ارش لهم عليه شويه علف. هما دلوقتي بيتدلعوا عليا، هما مربوطين عايزين ياكلوا بس ايه؟ علف علف علف، فمش هينفع كده. يعني بصراحة انت لو حطيت لهم 3 كيلو في اليوم هياكلوهم، وهم 6 لو حطيتهم هياكلوهم. طب انا هنهيط بقى علف منين؟ بنقوم حطيت لهم بقى ايه، بربطهم على لما يجوعوا بيقوموا واكلين بقى غصب عنهم من الاكل اللي انا حطاه. هنا بقى قلت ايه، ما اروح احط لهم ميه. الجردل ده بحطه تحت الحنفيه كده، بص لقيته ساخن مولع مولع، ولو حطيت فوق منه هيغرق الدنيا. قلنا اما نروح نحطه نكبه في الشارع يطلع يبرد الشارع علينا شويه من النار دي. واديني كبيته. لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي، وما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس. هنا بقى كنت سيبت الميه، بسيب الميه شويه كده، بفضل فتحها شويه علشان تنزل الميه السخنه اللي فيه. مع لما تجيب ميه ايه، مع لما المواسير الميه تسحب فيها كده وتجيب ميه ساقعه، لان انتوا شايفين المواسير كده في الشمس مفيش حاجه مغطياه، فتلاقيها دايما ميه سخنه. وفي الشتاء تلاقيها متلجه، يعني يا كده يا كده كده يا كده كده، مفيش حاجه وسط. او كنت بسيبهم بقى كده، ولما الميه بلاقيها عملت خالص، وبعدين بقوم حاطه بقى الجرد ده جيركن وانا اسماه بحط فيه ميه، ما يدلقوش بقى، ما يعرفوش يدلقوه عامه يعني. بصراحه لقيته احلى حل ليهم، احلى من السقايه وكله. كنت عاملاها كمان للفراخ البيضه اللي تحت، ما بيعرفوش يدلقوه، بيبقى حلو بيلم الميه. هنا بقى كنت نزلت اهي، حطيت بقى كنت حطيت له دول بقى اكل وميه هما كمان. يلا يا مسهل بتبحيهم. هنا بقى عندنا ايه، كنت رحت السوق جبت المانجا ديت ب30 جنيه، كانت بتقول ب40، قلت لها ب30. قلت ايه نعملها عصير، يعني لو حد عايز ياكل منها ياكل، ونعمل عصير. وجبت الخيار ده ب5 جنيه، هو كبير شويه بس انا ما لحقتش الصغير. والشطه دي فلاحي الكيلو ونص ب20. وجبت الموز ده الكيلو ونص ب50. والعنب برضو الكيلو ونص ب50. العنب ما كانش حلو النهارده خالص في السوق، او يمكن انا عشان نزلت متاخر فما لقيتش يعني. والطماطم ديت جبناها كيلو وربع ب10. وجبنا البطاطا ديت ب10 جنيه عشان نبقى نشوي بطاطا كده. وجبت الحمص ده ب10. والعدس ده هو وزن لي ب13 جنيه. وجبنا لهم المقرمشات دي، ودخلنا بقى على ايه، على تنظيف الشقه بقى كده على طول، عشان نروق الشقه، عشان نبردها شويه من الحوض. جبنا بقى ميه، بس انا كنستها الاول ونفضت الشقه. وجبت ميه وقعدت اطص كده، اطص في كل حاجه. الميه كانت بتنزل من على بتمشي من على البلاط، وبتنزل من على البيبان والحاجه نازله بتغلي بتغلي كده والله. كنت برش كده. انا ممكن كنت طوقت وريحت دماغي، بس انا عايزه ايه، ان الشقه تبرد شويه. هنا بقى كنت بشد، دي اول مرحله كنت بشد كنت بشد الميه كنت بشد الميه بقى كده، وعشان ايه،
وبعدها بقى رحت جبت الجردل وميه وميه برضو بتاع بإريال وكده، وقمت مسحه تاني بالشرشوبة تاني برضو. هنا بقى كنت مسكت ومسكت والله في التلاجة مسكتها غسلتها بره وجوه وظهرها وتحتها وكله بيقع. ده انا لقيت العيال موقعين حاجات تحت منها، ايش عنب وشي حاجات انا مش عارفه ايه دي، وخيار والله العظيم لقيت خيار مشضط تحت منه. هنا بقى كنت تصيت برضو تحت الفريزر وشلت الفريزر على عمال على فكرة شلته وجبت تحت منه. شوفوا فضلت اطص واشد اطص واشد اطص واشد، وفي ثانية لقيت الشقة البلاط سخن سخن تاني موت، كأني ولا حطيت اي حاجة. البرامق دي بتتوسخ اوي اوي. هنا بقى كنت خلصت وفرشت وسبت الشقة كده بقى راقت تيجي نص ساعة وكده. اقدر اقولكوا سلام.